بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عملية الديجيتال باس باند ترانسميشن، وهنشوف المشروع العملي اللي الدكتور طلبه مننا في البالس بوزيشن أو البالس فيز شيفت كين. وهنشوف بقى العملية دي هنطبقها ازاي على الماتلاب، ولكن قبل ما نتكلم عن المشروع العملي عايزين بس نقول مقدمة عن الكلام بتاعنا ده. تمام كده؟ طيب، الشابتر 8 بيوضح الديجيتال باس باند ترانسميشن. احنا قبل كده في شابتر 6 كنا بنبعت الداتا بتاعتنا اللي هي الديجيتال داتا، اللي هو الاصفار والوحيد، كنا بنبعته من خلال بلصات. تمام؟ لان انا كنت بوصل ما بين الترانسميشن والريسيفر، كنت بوصل عن طريق كيبل. تمام؟ فمن خلال الكيبل ده كنت ببعت بلصات الداتا بتاعتي اللي هي الديجيتال داتا بتاعتي، كنت ببعتها في خلال بلصات او عن طريق بلصات. تمام؟ وكان الموضوع ماشي تمام 100%. انا دلوقتي ازاي ابعت الديجيتال داتا دي لو انا حبيت ابعتها من غير كيبل وايرلس؟ من غير كيبل. تمام؟ فكان لازم ان الشانل بتاعتي ما تكونش كيبل، صح؟ لازم تكون وايرلس شانل زي الهوا مثلا. تمام؟ ولكن هيقابلك مشكله تانية، ان البلصات اللي كنت بتبعتها قبل كده في خلال الكيبل او عن طريق الكيبل مش هتعرف تبعتها عن طريق الهوا او الوايرلس شانل. فمحتاج انالوج الشانل مكان الكيبل ده. تمام؟ طيب، الانالوج شانل دي بتحمل فقط انالوج سيجنال. طب ازاي بقى الديجيتال داتا بتاعتنا دي هنبعتها عن طريق انالوج سيجنال بحيث ان هي تقدر تمشي عن طريق الوايرلس شانل بتاعتنا دي؟ تمام. فدورنا لقينا احسن سيجنال تقدر تستخدمها في الموضوع ده، وهو الساينوسيدال سيجنال. هي انالوج سيجنال، انالوج سيجنال فعلا. احسن سيجنال تقدر تبروباجيت خلال الوايرلس شانل سواء كان هوا مثلا. تمام؟ وكمان الباندويتس بتاعها، الباندويتس بتاعها يعتبر اقل باندويتس. تمام؟ ما بتحملش اكتر من فريكوانسي. لو انت جبت اي سيجنال تانية هتلاقيها بتحمل اكتر من فريكوانسي، اكتر من سيجنال فريكوانسي، اكتر من فريكوانسي يعني. الساينوسيدال الوحيده اللي بيبقى ليها 1 فريكوانسي، 1 فريكوانسي. تمام كده؟ عشان كده كل ده بيرجح كفه ان انا استخدم الساينوسيدال سيجنال في ان انا ابعت من خلالها او ابعت عن طريقها الديجيتال داتا بتاعتي. تمام؟ السؤال بقى، ازاي احول الديجيتال داتا اللي هي الاصفار والوحيد الى انها تكون ساينوسيدال سيجنال؟ تمام. ففي عندنا مجموعه من التحويلات. اول حاجه عندنا وهو ده كله طبعا بيتم خلال الترانسميتر. تمام؟ ففي عندنا الموديوليشن اللي هنستخدمه دلوقتي اللي هو الباينري فيز شيفت كي، ده اول نوع عندنا. طيب، وهيوضح لنا ازاي هنبعت الاصفار والوحايد خلال الايه، خلال الوايرلس شانل عن طريق انالوج سيجنال بالشكل ده كده. تمام؟ طيب، فياخد الاصفار والوحايد، تمام كده، يدخلها على بلوك اسمه نون ريتيرن تو زيرو. البلوك ده بيطلع فقط اصفار، او بيطلع فقط واحد او سالب واحد. لو داخل له صفر يطلع سالب واحد، لو داخل له واحد يطلع واحد. تمام؟ هياخد بقى البيز باند سيجنال ده يعتبر الخارج بتاع النون ريتيرن تو زيرو، هو البيز باند سيجنال. هيدخلها على عمليه المالتيبليكيشن دي، يضربها في كارير. الكارير ده لابد ان يكون ايه؟ لابد ان يكون ساينوسيدال سيجنال. تمام؟ طيب، فالكارير بتاعنا بيساوي السكوير روت ل2، لو قصدي السكوير الجذر التربيعي ل2 على التي بتاعتنا دي هي التايم اللي ببعت في خلال اللي ببعت البت الواحده. تمام؟ التايم اللي ببعت فيه البت الواحده. فمن الاخر كده هو التايم بتاع البت يعني. تمام؟ بيبقى جذر 2 على تي في كوزاين 2 باي اف سي، وده الكارير فريكوانسي في التايم بتاعنا. تمام كده؟ طيب، لما بضرب البيز باند سيجنال اللي هو الواحد او السالب واحد في الكارير، فالمفترض الخارج بتاعك هو الباس باند سيجنال. فالباس باند سيجنال احتماليه ان هو يكون ايه؟ يا اما يكون هو موجب الكارير او سالب الكارير. وبالتالي قدرت ان انا احول الاصفار والوحيد بتاعتنا ان هي تكون ايه؟ ان هي تكون
ساينوسويدال. تمام. طيب انا دلوقتي محتاج اصمم الترانسميتر ده على الماتلاب. هصممه ازاي؟ هعمل له امبلمنتيشن ازاي؟ تعال نشوف كده ماتلاب وفر لنا ايه بحيث ان احنا نقدر نصمم حاجه زي كده. تمام. في فانكشن عندنا اسمها فانكشن اسمها راندي. تمام. الفانكشن اللي احنا شايفينها قدامنا دي اسمها راندي. الفانكشن ديت بتقول لك والله انا باخد حاجتين، باخد الرينج اللي انا عايز او اللي انت عايز تجنريت بيه الداتا. ما هو انا الاصفار الوحيد دي انا هجيبها منين؟ فلازم في حاجه تطلع لي الاصفار الوحيد. فالفانكشن دي وظيفتها ان هي هتجنريت لك، هتعمل جنريت لاصفار وحيد بطريقه راندوم، بطريقه عشوائيه. تمام. وبالتالي الفانكشن دي هنستخدمها ازاي؟ هندي لها المينيمم والماكسيمم. المينيمم والماكسيمم دول اللي هو انا حاطط له هنا صفار وحيد، صفر وواحد. ده معناه بقول للفانكشن دي انت تطلعي لي انتجر فاليو عشوائي. تمام كده، يكون اما صفر اما واحد. الفانكشن دي هي فانكشن جنرال بتاخد المينيمم. يعني انا لو حطيت هنا صفر و20 فهتلاقيها بتطلع لك ارقام انتجر ما بين الصفر وال20 بطريقه عشوائيه، تطلع لك اي حاجه بقى. تمام كده. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندنا اللي بتاخدها الفانكشن دي اسمها ماتريكس سايز. الماتريكس سايز اللي انت عايز تطلع في خلاله، او اللي انت عايز تطلع بيه الداتا بتاعتك. فانا قلت له واحد في ان. واحد في ان ده معناها ان انت عندك رو واحد، صف واحد في ان عمود او ان كولوم. الان ده هو عدد البيتس اللي انت محتاج تبعتها. فالمفترض ان راند دي هتطلع لك حاجه بالشكل ده، مثلا حاجه زي كده مثلا. ممكن تختلف او ممكن تبقى شبهها اي حاجه، المهم ان هي بطريقه عشوائيه يعني. فالمفترض ان انا لو اديت له مثلا ان دي 10، فكده يطلع لك فيكتور او ماتريكس 1 في 10 او فيكتور زي ما تحب يعني تقول. والفيكتور ده يكون اصفار او وحيد. تمام. ويكون 10 بت. فكده انا قلت له ان انا طلعت لك ال 10 بت اللي انا هبعتها اصفار او وحيد. ودي شكل البالسز اللي المفروض ترسمها له في الماتلاب. هنرسم له بقى الداتا بتاعتنا دي اصفار وحيد دي عن طريق الماتلاب، فيطلع لك كده الشكل ده، ونقول له والله دي اللي احنا الداتا اللي احنا هنبعتها. فتاني حاجة هنتكلم عنها دلوقتي وهي النون ريتيرن تو زيرو. تمام. في خلال النون ريتيرن تو زيرو ده انا محتاج ان انا احول الصفر ده، شايفين الصفر ده، الى ان هو يكون سالب واحد. و سالب واحد يكون قيم سالب واحد خلال الفترة دي اللي هو التايم بتاع البت الواحدة. فالتايم بتاع البت الواحدة انا فرضه ان هو ال1 سكند. تمام. يبقى خلال 1 سكند انا عايز النون تون تو زيرو لو هي جات لها صفر، اول ما يجي لها صفر تفضل تطلع سالب واحد سالب واحد سالب واحد لحد ما يجي لها واحد، وتبدا تطلع واحد لحد ما يجي لها واحد وتطلع واحد، وهكذا. تمام. طيب هنعمل الكلام ده ازاي بقى؟ افترضنا ان في حاجه عندنا اسمها اف اس ده اللي هو سامبلنج فريكوانسي. السامبلنج فريكوانسي انا مديه قيمه 1000. ده معناه ايه؟ معناه ان انا هخلي الصفر ده سالب واحد. تمام. وهاخد 1000 قطعه في خلال التايم ده، وبالتالي لابد وان يكون التايم الستيب بتاع التايم بتاعك يكون واحد من 1000، بحيث ان انت في خلال ال1000 واحد من 1000 يكون عملت الايه؟ عملت ال1 سكند بتاعتك. تمام. وبالتالي يبقى انا هنا هقطع الصفر ده بحيث اخليه سالب واحد، واخلي السالب واحد ده 1000 قطعه، وال1000 قطعه دول يكون الفرق الستيب ما بينهم واحد من 1000 في التايم. تمام. تمام. عشان اعمل الموضوع ده عملت فيه فاريبل اسمه في بي، والفي بي ده اللي هو الفي بيك، الفولتج بيك. تمام. واديته قيمه واحد. تمام. وعملت فور لوب جواها تتشيك لو الداتا بتاعتي جالها صفر، فمعلش اعمل لي ماتريكس قيمتها 1000 واحد. تمام. وال1000 واحد ده اضربه في سالب الفي بي، فكده انت عملت سالب واحد في ماتريكس قيمتها كام بقى؟ قيمتها 1000، قيمتها واحد في 1000. تمام. قيمتها واحد في 1000. فكده عبارة عن كده انت خليت الصفر الواحد اللي جالك
عبارة عن 1000 سالب 1. تمام، هنشوف الكلام ده على البرنامج يعني. بعد كده لو جالك 1 معلش هتروح تضرب ال1000 1، إحنا عملنا ماتريكس اسمها ones، والones دي واخدة 1 في 1000. تمام، فكده يطلع لك ماتريكس أو فيكتور 1000 1. تمام، 1000 1. طيب ال1000 1 ده هنروح نضربه في قيمة الفي بيك، فكده الفي بيك ساعتها هتكون بواحد عشان أنا جاي لي 1، هيقوم مطلع لي 1000 1. وبالتالي أنا خلال التايم ده أنا عملت 1000 سالب 1، وخلال التايم ده أنا عملت 1000 1. بسهولة جدًا مع التايم أقدر أرسم الشكل ده. مع التايم ستيب بتاعي أنا أقدر أرسم الشكل ده. تمام كده؟ هو بيعمل إيه؟ بياخد قيمة الستيب، إن أنا مثلًا لو أنا عامل time vector ده من عند الصفر ويبدأ بيبدأ يstep بكل واحدة 1 من 1000 مثلًا، فساعتها يقوم عند 1 من 1000 يلاقي القيمة -1، عند 2 من 1000 يلاقي القيمة -1، عند 3 من 1000 يلاقي القيمة -1، وبالتالي ماشي عمّال بيرسم في الشكل ده كده. تمام، ده كده الشرح إزاي هنعمل هنحوّل الأصفار والوحايد دي إن هي تكون بالشكل ده كده. تمام؟ طيب بعد كده إحنا محتاجين ناخد بقى الشكل ده كده، نقوم مدخّلينه أو نرفعه على الcarrier بتاعنا، عشان نطلّع إيه بقى، نطلّع الpass band modulation بتاعنا أو الpass band transmitted بتاعنا اللي إحنا هنبعته. تمام، فالpass band ده إما إن هو يكون S1 أو S0. S0 ده معناه إن البت اللي بابعتها قيمتها 0، S1 ده معناه إن البت اللي بابعتها قيمتها 1. تمام، ده الsymbol بتاعك، ده الsymbol اللي إحنا هنبعته، والsymbol في الحالة بتاعتنا دي هو بيحمل 1 bit. تمام، طيب الS1 ده إحنا اتفقنا اللي جاي لك إيه، جاي لك البت بتاعتك قيمتها ب1، وبالتالي قيمتها ب1 يبقى هتقوم ضارب ال1 في الcarrier بتاعك، فيبقى positive الcarrier بتاعك. لكن لو كان البت بتاعتك 0 فده معناه سالب الإيه، سالب الcarrier بتاعك. تمام كده؟ طيب ده الcarrier. تمام كده؟ وده الخارج بتاعك اللي هو الباس باند هيكون عبارة عن البيس باند اللي هو موجب 1 أو سالب 1 مضروب في الcarrier، ومفترض إن ده الشكل النهائي بتاعك. لما تيجي تبص للشكل النهائي بتاعك كده هتلاقي إن هو مثلًا عند أول ثانية اللي هو التايم بتاع البت الواحدة هتلاقيه راسم السينوسويدال بفيز معين، بادئ بفيز معين عند الصفر مثلًا. التاني هتلاقيه لأ بادئ من عند ال180. تمام، فتلاقي الفيز لو هو جالك واحد مثلًا تلاقيه بادئ من عند 180 مثلًا، فتلاقي الفيز اختلف. عشان كده سمينا الموديوليشن بتاعنا ده باينري. باينري يعني إيه؟ يعني صفر أو واحد. تمام، وفيز لأن الاختلاف ما بين السيمبلز اللي عندي بيكون في الفيز. لو هو صفر يكون الفيز شكله كده، ولو هو واحد يكون الفيز شكله كده، وهكذا. تمام، محتاجين بقى نشوف الترانسميتر ده هنصممه ازاي على الماتلاب. يبقى احنا اتفقنا كده ايه اللي احنا هنعمله، 3 خطوات. اول حاجه هنجنريت الداتا، بعد كده هنحول الداتا بتاعتنا دي الى ان هي تكون non return to zero، من الاخر يعني نولد البيس باند، وبعد ما نولد البيس باند نعمل لها موديوليشن فنرفعها على كارير، وبالتالي نجنريت مين، الباس باند موديوليشن. تمام، تمام. هنخش على الماتلاب دلوقتي ونشوف الموضوع ماشي ازاي. طيب احنا قسمنا المشروع بتاعنا لمجموعه من الاجزاء. الجزء الاول وهو كلير اول. كلير اول دي بتعمل مسح لكل حاجه داخل الورك سبيس. يعني الورك سبيس اللي احنا شايفينه هنا على الجنب ده كده، ده هيتمسح اول ما اعمل كلير اول. تمام، يعني كل الداتا بكل الفاريبلز بتاعتنا دي هتتمسح عندنا. تمام، السطر اللي بعد كده اللي هو السي ال سي ده بيعمل مسح لكل حاجه موجوده في الكوماند ويندو. في الكوماند ايه، في الكوماند ويندو يمسح لي كل حاجه. من الاخر البارت ده او الجزء ده فقط بيبلط البرنامج، بيصفر لك كل حاجه، بيخلي مفيش حاجه متخزنه عندي. تمام، دايما بنعمل السطرين دول يعني كده في اي بروجكت جديد بنعمله. تمام، طيب البارت الثاني وهو البارامترز. هعرف كل البارامترز اللي هحتاجها داخل البروجكت بتاعنا. تمام، فاول بارامتر عندنا وهو التي. التي اديته قيمه واحد، قلت له
ده هافرض ان انا شغال ببعت بت خلال الثانيه، ف1 بت لكل ثانيه. تمام. الN ده عدد البت اللي انا هبعته. تمام. فهفترضه 10. تمام، جميل قوي. فده نمبر وفي البيتس عندي 10. الداتا عندي بكام بقى؟ الداتا عندي زي ما احنا اتفقنا ان انا هستخدم فانكشن اسمها راندي. الفانكشن دي بتاخد حاجتين، بتاخد المينيموم والماكسيموم اللي انا عايز اطلع الارقام يكون في الحدود ديت بين المينيموم والماكسيموم، واديله الماتريكس اللي انا هطلع فيها، او اطلع شكلها بالشكل ماتريكس كذا، او اطلعها في ماتريكس كام. واحد في ان اللي هو واحد في كام؟ في 10. تمام كده. طيب الفي بيك ده البيك فولتج اللي هيخرج او يكون خارج النون نيوترينو زيرو. احنا ممكن ما نخلوش واحد، ممكن نخليه 2 3 براحتنا. احنا هنخليه بواحد، فالفي بيك عندنا بواحد. تمام. طيب وده النمبر اوف سامبلز لكل بت. احنا هنمثل البت في 1000 قطعه، يعني البت اللي هي صفر نخليها -1، وسالب 1 ده يكون 1000 سالب 1. تمام. والواحد يكون 1000 واحد. تمام. ده نسميه السامبلنج او السامبلز بير بت، لكل بت كام سامبل لكل بت. اليو ده التوتال سامبل. لو انا عندي ان لو كان مثلا 10 بت، وكل بت بتاخد 1000 سامبل، فكده معناه التوتال سامبل يكون كام؟ 10 في 10000، اللي هو قصدي في 1000 يبقى 10000 سامبلز. يبقى توتال سامبلز عندنا هيكون 10000 في الحاله بتاعتنا دي. تمام. وعشان نقدر نرسم فكان لازم يكون في تايم فيكتور. التايم فيكتور ده زي ما احنا اتفقنا هنبدا من عند الصفر، ونمشي بستيب 1 على اف اس اللي هو 1 من 1000، يعني اللي هو 1 على 1000 اللي هو 1 من 1000، لحد ما نوصل لعدد البيت بتاعنا ناقص الايه؟ الستيب الواحده اللي هو 1 على اس. تمام كده. وبالتالي كده انا عملت تايم فيكتور السايز بتاعه عباره عن 1 في 10000. 1 في ايه؟ في 10000. ده عشان يساعدنا في الرسم واحنا بنرسم الباس باند البيس باند موديوليشن والباس باند موديوليشن. تمام كده. طيب الاف سي ده الكارير فريكوانسي بتاعنا، نديله مثلا 5 هرتز. والاف عندنا ده برضو فريكوانسي فيكتور سامبلز، بحيث ان انا اقدر ارسم السبيكترم بتاعها. فانت عشان تقدر ترسم السبيكترم بتاع السيجنال اللي انت هتبعتها، فلازم يكون في فيكتور للفريكوانسي اللي انت هترسم خلاله او هترسم عنده. فقلنا ابدا يا عم، مش مشكله، ابدا من عند سالب اف اس على 2، وامشي بستيب 1 على ان، ويوصل لحد اف اس على 2 ناقص ايه؟ ناقص الستيب الواحده اللي هو 1 على ان. بعد كده عندنا البارامتر كي. البارامتر كي ده ادينا له قيمه 1، ده اجباري علينا عشان الموديوليشن اللي احنا مستخدمينه ده هو باينري. باينري يعني ايه؟ حضرتك بتبعت بت لكل سيمبل. تمام كده. انا بقول باينري فيز شيفت كي، يبقى لازم 1 بت لكل سيمبل، فخلينا الكي قيمتها بكام؟ بواحد. تمام كده. طيب ده كده كل البارامترز اللي احنا هنحتاجها داخل المشروع بتاعنا، وحطيناها في البارت الخاص بالبارامتر. بعد كده هنخش على البارت الخاص بالترانسميتر. هنشوف هنعمل ايه بقى. اول حاجه احنا دلوقتي طلعنا في الداتا بتاعتنا هنا دي مخزن فيها قيم اصفار ووحيد في رينج 10 او في فيكتور 1 في 10. 1 في 10 ده الماتريكس بتاعها، ومولد اصفار ووحيد. تمام كده. طيب هناخد بقى الداتا دي نشوف ازاي هنولد البيز باند. نشوف ازاي هنولد البيز باند. فالاوتبوت النون ريتيرن تو زيرو مفترض ان الصفر يتحول لسالب 1 والواحد يتحول الى 1، ويرسمهم في السالب 1 يترسم 1000 سالب 1، والواحد يترسم 1000 واحد. تمام كده. فنعمل ايه بقى؟ قلت له معلش اعمل لي فور لوب. فور لوب دي تكون يعمل لوب كام مره بقى؟ يعمل لوب عدد الان بتاعتك، عدد البيتس بتاعتك. تمام. ويمشي بستيب 1. يمشي بستيب 1. جميل. فلو كانت الداتا بتاعتي بيساوي 1، فمعناه روح اعمل لي فيكتور وانس يكون 1 في اف اس اللي هو 1 في 1000 يعني، وروح اضربه في قيمه الفي بي اللي هو هتبقى 1. فكده انت عملت 1000 واحد في اول بيز باند. خلي بالك ان انا البيز باند موديلتي كان في الاول فاضي، فانا حطيته هنا فاضي. وبعد كده حط لي 1000 واحد
لو انا جاي لي 1. طيب طب لو انا جاي لي 0، لو انا جاي لي 0 هتروح تحط لي الونس برضه ولكن مضروب في سالب الايه؟ سالب في بيك عشان يحولها من 0 لسالب 1 وايه يضربها في ايه؟ في 1000 سالب 1. تمام؟ طب ايه الحركه اللي انا عاملها دي بتاعت البيس باند موديوليتد؟ ده عشان اقدر اخلي البيس باند موديوليتد دي كلها على بعضها فيكتور واحد، تمام؟ يكون متخزن خلاله او يكون متخزن فيه كل البيتس جنب بعضها، جنب ايه؟ جنب بعضها، بحيث ان الونس لو انا جاي لي في الاول وانس تمام كده هيخزنها هنا، طب واللي بعد كده هيخزنها جنبها، واللي بعد كده هيخزنها جنبها، سواء كان 0 أو 1. تمام؟ احنا عاملين الحركه دي عشان الموضوع ده. فكده في نهايه الفور لوب دي هتلاقي البيس باند بتاعك عباره عن فيكتور قيمته ال1000 في عدد البيتس بتاعتي، صح؟ تمام، عدد البيتس كام؟ 10، فيبقى 10000 قيمه من السالب 1 والواحد. تمام؟ ده كده البيس باند موديوليتد. جميل قوي. طيب هنروح بقى ازاي محتاجين نطلع الباس باند موديوليتد. فانا محتاج اعمل كارير. تمام؟ الكارير ده زي ما احنا اتفقنا السكوير روت 2 على التي، واحنا متفقين ان التي احنا مدينا له قيمه 1 سكند، فيبقى 2 على 1 اللي هي كام؟ 2 سكوير روت 2 في كوزاين 2 باي في الاف سي اللي احنا مدينا 5 في التايم فيكتور بتاعنا. ده هيقدر يرسم لك الكارير بتاعك. حلو الكلام؟ طيب جميل قوي. بعد كده الباس باند موديوليتد هياخد قيمه البيس باند اللي هو 10000 10000 قيمه، يروح يضربها في الكارير اللي هو برده 10000 قيمه. ما هو الكارير ده 10000 قيمه، عرفت منين؟ اصل التايم فيكتور بتاعك 10000 قيمه، فعند كل تايم من التايم فيكتور هيطلع قيمه ويقدر يرسمها، فيروح يضرب الكلام ده في البيس باند موديوليتد فيطلع الباس باند موديوليتد. تمام كده؟ طيب ده كده حسابات. طب احنا محتاجين نرسم بقى الكلام ده، هنرسمه ازاي؟ فحملنا حاجه اسمها سب بلوت. سب بلوت دي بتاخد 3 حاجات. ايه ال3 حاجات؟ بتاخد الرو وبتاخد الكولوم وبتاخد انهي رسمه فيهم انا عايز ارسمها. فانا قلت له والله انا عايز ارسم 3 رسومات تحت بعض، فيبقى 3 رو و1 كولوم. تمام؟ 3 رسومات تحت بعض. ومعلش الواحد ده معناه روح ارسم لي في اول رسمه عندك. اول رسمه انت عندك 3 رسومات تحت بعض، نروح نرسم في اول واحده. هنرسم فيها ايه؟ هنرسم فيها ستيم واديله قيمه الداتا. ده الستيم دي فانكشن بتقدر ترسم بالسز. بالسز يعني ايه؟ صفار وحايد. البالسز دي اقصد ان انا هتاخد بالس صفار وحايد تقدر ترسمها. تمام كده؟ طيب وبعد كده الاكس ليبل. الاكس ليبل اللي هو هنقول له والله هنكتب فيه تايم بالسكند، والواي ليبل امبليتيود بالفولت، والتايتل ده الامبالسز اوف البيتس بتاعتك اللي انا هبعتها اللي هم كام 10 بت اللي احنا هنبعتها. وده الواي ليميتيشنز من سالب 2 ل 2. انت كده كده اخرك ايه؟ من الصفر لايه؟ للواحد. تمام؟ وجريد اون ده عشان يثبت الرسمه عندك. ده كده اول رسمه. رسمنا ايه؟ رسمنا البالسز بتاعتها او الامبالسز بتاعتها. تمام؟ تيجي نرسم الخارج بتاع النون نيوترون تو زيرو اللي هو البيز باند بتاعنا. تمام؟ فقلنا والله روح ارسم لي في الرسمه رقم 2. 2 هنا معناها ارسم لي في الرسمه رقم 2 هنرسم البيز باند موديوليتد والتايم بالملي سكند. التايم بالملي سكند ليه؟ لان انت هنا هتلاقي نفسك عمال بترسم اول 1000 هتلاقيك بترسم مثلا سالب 1 لو جالك 0، ولو جالك 1 بتلاقيك بترسم 1000 بعدها. فال1000 ده بالنسبه لي 1 ايه؟ 1 ملي سكند. ال1000 ده 1 سكند، فالحته الواحده بتبقى 1 ملي سكند. فانا قلت له والله التايم بالايه؟ التايم بالملي سكند والامبليتيود بالفولت، والتايتل بتاعنا ده نون ريتيرن تو زيرو سيجنال. تمام؟ والواي ليميتيشن بيبقى من سالب 2 لحد 2. احنا كده كده بيبقى اخرنا كام؟ احنا الليميت بتاعنا من سالب 1 ل1، صح؟ احنا قلنا ان هو بيطلع سالب 1 او 1، فاحنا خليناها من سالب 2 ل 2 مفيش ادنى مشكله عندنا. وبعد كده جريد اون ثبت لي الرسم. تمام؟ الرسمه الثالثه 3 هنا معناها ان روح ارسم في الرسمه الثالثه. وبعد كده قلت له خد التايم على الاكس اكسس، خد الباس باند موديوليتد عندك في الواي اكسس، وده هيبقى الباس باند موديوليتد سيجنال، وده التايم بالسكند. تمام؟ وده
الامبليتيود، وده الواي ليميتيشنز برضو -2 ل2، وبعد كده جريد اون. تعالى بقى نشوف الكلام ده هنعمله ازاي، او البرنامج هيطلعه ازاي. تمام كده، تعالى رن كده. دلوقتي تمام. تعالى بقى نشوف كده، ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب دي كده الامبالسز اللي البرنامج عملها، او الفانكشن بتاعت ران دي طلعتها 0 1 0 0، كل ده صفار لحد هنا 1. فهتلاقي دول كام؟ 10. عند كل ثانيه بيقوم واخد ايه؟ ياخد بت. دي كده الداتا اللي احنا هنبعتها صفار واحد. تمام. طيب زي ما احنا اتفقنا النون ريتيرن زيرو بيطلع ايه؟ -1، وبيرسمها في خلال 1000 قطعه. اهو ادي 1000 وال1000 قطعه، رسم لي اللي هو من الواحد لحد الاثنين، كان راسم -1. هنا -1 ليه؟ عشان البت اللي جات له كانت 0. تمام. ومن 1000 ل 2000 دي تاني بت، فجات له 1 فكان راسمها 1. بعد كده صفار ورا بعض ورا بعض ورا بعض صفار لحد هنا طلع قيمة 1. تمام. بعد كده جاله صفار. تمام. اللي هو هنا 0 دي آخر بت، وهنا 0 دي آخر بت، والبت اللي قبلها كانت 7 اللي هو من 7000 لحد إيه؟ 8000. تمام. هتلاقي هنا إن هو بادئ من 1 ل10، وهنا بادئ من الصفر. فهتلاقي إيه؟ عند البت اللي جاي هنا 1 فقصادها 1، والبت اللي جاي هنا 1 فقصادها 1، والباقي كله -1 عشان قصادهم صفار. تمام. طيب بعد كده الباس باند موديوليتد سيجنال، هتلاقيه راسم لي ايه؟ راسم لي الانالوج سيجنال اللي انا كنت عايز اعملها في الاول. فكده الترانسميتر بتاعنا تمام. طيب هنلاحظ حاجه جامده بقى، ان عند كل تحول من -1 ل1 بدا يوريك الفيز بتاعك. لو انت شايف كده القطشه اللي هنا دي كده، شايف القطشه دي؟ هتلاقي في قطشه هنا، وفي قطشه هنا، وفي قطشه هنا، وفي قطشه هنا. تمام. ده بيعرفك ان الفيز اتغير. يعني في اول بيت انا كنت ماشي بفيز معين، البيت اللي بعدها جات لي 1 اتغيرت الفيز، جالي 0 فيز ثابت. طول ما انا جاي لي الصفار فانا فيز ثابت. اول ما يجي لي 1 يتغير الفيز. هنا اتغير الفيز، وهنا اتغير الفيز، اتحول من 1 ل -1 فاتغير الفيز. وبالتالي كده الترانسميتر بتاعنا بيرفكت تمام، مفيش ادنى مشكله. تمام كده. طيب كده احنا خلصنا الترانسميتر. نشوف بعد كده الشانل، ونشوف الريسيفر وازاي هنديكت الكلام ده بقى.